وذاك بعض العلم يقول: لا أعلم أي النعمتين أعظم علي من الله عز وجل، أن هداني الإسلام أو أن سلمني من الأهواء. شوف يعني هذا وهذا، كما يقال البدعة قرينة الشرك، أختها شقيقتها، كما أن لا إله إلا الله التوحيد ومحمد رسول الله المتابعة وتطبيق السنة، كذاك الشرك ينقض لا إله إلا الله أو يضعفه، والبدعة تنقض محمد رسول الله أو تضعفه. شقيقتها البدعة. كثير من الناس لا يعتبر البدع شيئا، مع أنها إيش؟ هي أحب إلى إبليس من كل الكبائر والمعاصي البدعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، بل قد تبلغ البدعة إلى نوع من الشرك بالله عز وجل. فيرخص لنفسه هذا المبتدع أن يشرع في الدين بدع ما أنزل الله من سلطان، ويدعو الناس إليها ويقيمها مكان السنة. وما أحيت بدع إلا أميتت السنة، والبدع ما تموت إلا بإظهار السنن. وإلا تجد ملايين، مش عشرات ولا ملايين، يحجون إلى قبور ومزارات ويطوفون بها كما يطاف بالكعبة ويدعونها من دون الله. هذا من دين الله من شيء؟ هل في دين الله في طواف بقبر؟ أبدا، ليس من الدين شيء، ولا من قريب ولا من بعيد، ولم يشرعه الله أبدا في أي شريعة من الشرائع أن يشد الرحال إلى قبر ليطاف به ويتمسح به ويدعى من دون الله. هذا ما. ومع ذلك ملايين، ليسوا مئات ولا آلاف، يشدون الرحال إلى هذه القبور ويطوفون بها ويتوسلون إليه ويدعونها دعاء من دون الله، دعاء المضطر، دعاء المضطر يبكي يسكب من الدموع ما يسكب، ويخشع من الخشوع ما يخشع عند القبر، يرجوه ويخافه ويدعوه ويسأله الولد والرزق والوظيفة. شيء عجيب. هذا ما صنعته البدع، الابتداع في الدين خطير جدا. هذا اسمه هواء، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. نسأل الله العافية. نعم.